أنا هدفن نفسي حي 28 يوم وهرجع من بعدها للحياة. دي الجملة اللي قالها بطل قصتنا النهاردة. قصتنا النهاردة عن شاب مصري اسمه طاهر حسين من مواليد مدينة طنطا. اتولد في 1897. طاهر لما كبر وبقى في شبابه قرر إنه يسافر القاهرة عشان يدرس الطب، وأهله سافروا لتركيا. لكن بعد فترة بدأ يحس بتعب شديد، إرهاق مستمر، لدرجة إنه كتب في مذكراته إن أنا حاسس المرض اللي عندي بيخليني أموت بالبطيء. وقتها طبعا كشف عند أكبر الدكاترة في مصر، لكن مفيش أي حلول، واللي نصحوه إنه لازم يغير الجو وإنه يسافر بره مصر ويحاول يتعالج بره. ومن هنا اهتماماته اتغيرت تماما. طاهر بقى مهووس إنه يعرف أكتر عن الجسم البشري، وبقى يدرس كمان التنويم المغناطيسي واليوجا والتحكم في النفس، وكمان الفلسفة الشرقية وفكرة التحكم في الجسد، وكمان عن حكماء التبت اللي يقدروا يعيشوا في الكهوف مدة طويلة من غير أكل وشرب. ومن هنا طاهر بدأ إنه يدرب نفسه. كان بيصوم فترة طويلة جدا، وكان بينعزل فترات طويلة، وكان بيدرب جسمه دايما في المية الباردة، وكان بيمارس كمان تمارين تنفس معقدة. كل زمايله اللي حواليه مستغربين، لكن دايما كان مهووس بفكرة التحكم في الجسد. وبعد 10 سنين وتحديدا في سنة 1927 طاهر رجع تاني مصر، لكن رجع وهو مختلف تماما. المرض اللي عنده ما بقاش موجود، كمان جسمه بقى رياضي وقوي، وكمان عنده قدرات محدش شافها قبل كده نهائي. وعكس الطبيعي بتاع طاهر بقى بيتكلم بهدوء وبثقة غريبة جدا. ومن هنا طاهر بدأ انه يحكي عن قدراته للناس، لكن طبعا الناس استغربوه. تخيل ان بني ادم جاي ليك وبيقول لك انا قادر ان انا اموت نفسي واحيي نفسي تاني من جديد. طبعا الناس اتصدمت، واغلب الناس قالوا ده اتجنن، ده جه من اليونان وخلاص اتجنن، دماغه راحت منه. وجزء تاني قال ده شغال بالسحر، والجزء التالت قال ده مشعوذ بيدور على الشهرة. وكل اللي حواليه اتريقوا عليه، لكن طاهر كان عنده خطة، وأعلن بشكل رسمي قدام كل الناس أنا هدفن نفسي حي لمدة 28 يوم وهرجع تاني للحياة. وقتها طبعا مصر كلها اتقلبت، الصحف بدأت تتكلم، الناس في الشارع بدأوا يتكلموا، شايفين اللي بيعمله طاهر ده انتحار. ومن هنا طاهر اتسأل وليه بالتحديد 28 يوم، وكان المبرر بتاعه ان القمر الدورة الكاملة بتاعته بتحصل كل 28 يوم، وان الجسم البشري فيه طاقة مخزنة تقدر تعيشه لمدة 28 يوم، هم 4 أسابيع. زائد كمان ان على حد قول طاهر ان 28 يوم وقت كافي تماما الناس تقتنع وما تقولش ده كان بيخدعنا. لحد ما جاء وقت الحدث الأكبر 15 أغسطس 1928 في الزمالك، في أرض فاضية اتجمع حوالي 10,000 بني آدم، ما بين ناس طبعا جايين يشوفوا التجربة دي، ما بين صحفيين، ما بين دكاترة، ما بين شيوخ كمان عشان يشوفوا التجربة اللي طاهر هيعملها. ومن هنا العمال جم وحفروا حفرة في الأرض عمقها 3 متر. طاهر كان جاي لابس جلابية بيضة، حط في التابوت على عمق 3 متر واتقفل عليه واتردم عليه بالرمل، وبدأ يعدي يوم ورا يوم. في اليوم الخامس الناس بدأت تتكلم، ده طاهر فعلا ممكن يكون مات. في اليوم العاشر أهله بدأوا يطلبوا إنه يخرج. في اليوم العشرين الشرطة حست وعايزين يخرجوا طاهر، لكن طاهر كان كاتب أمر كتابي إن ممنوع أي حد يخرجه قبل ال 28 يوم. طاهر كان مصمم على فكرته، وبعد 28 يوم والناس بتعد اليوم ورا التاني راحوا للمكان وفتحوا الحفرة وطلعوا التابوت وطلعوا طاهر. طاهر جسمه كان متخشب وجسمه كان ازرق ومايل للرماد. الناس وقتها قالوا ان طاهر ده كده مات، والدكاتره كشفوا عليه فعلا النبض واقف، مفيش تنفس، بجثه ميته. لكن بعد 5 دقايق بالظبط صوابعه بدات تتحرك، جسمه بدا يتحرك، صدره بدا يروح ويجي، وبالفعل طاهر قام من الموت. طبعا كان صوته مبحوح شويه، مش قادر انه يتكلم. شرب ميه وبعد كده بدا يتكلم مع الناس ويضحك ويهزر، وقال لهم جمله عمرهم ما هينسوها: انا قلت لكم انا هرجع. وقتها حاكم مصر واللي كان الملك فؤاد، بالمناسبة الملك فؤاد سمع عن القصة وطلب طاهر شخصيا، وادى لطاهر البكوية وبقى يتسمى طاهر بيك. الملك قال لي جملة شهيرة جدا: انت اذهلت العالم وشرفتنا وشرفت مصر. ومن هنا طبعا طاهر اتشهر بالتجربة دي في كل الدول، وبدأ يسافر أوروبا ويعمل تجاربه دي. سافر إيطاليا، لكن في الدول الأوروبية طبعا كان في قانون كده ان هو مش اكتر من يوم عشان ما يعرضش نفسه للخطر. وفي ايطاليا اتدفن في حفرة لمدة يوم كامل، وتاني يوم طلع برضه حي. وفي فرنسا عرضوه بقى لتجربة اصعب شوية، هم حطوه في صندوق زجاجي ودفنوه في حمام سباحة تحت المية، وبعد يوم كامل برضه طاهر برضه صحي من الموت. ومن اغرب تجارب طاهر انه جهز ترابيزة ملاها كلها مسامير وازاز مكسور وحديد حوافه حادة، ونام على الترابيزة.
وطبعا موت نفسه. وبالمناسبة طاهر كان عنده طريقة انه يموت نفسه بيها، بيحط ايده ورا رقبته كده ويحط ايده هنا ويحط ايده على قلبه وبعدها يطب ساكت. وبعد ما نام على الترابيزة بدأ الناس اللي بيتفرجوا عليه بدأوا يطلعوا فوق جسمه. اتعرض تقريبا للتعذيب 15 دقيقة، وبعد ما فات 15 دقيقة طاهر صحي من جديد. وعايز اقولك ان جسمه ما كانش فيه ولا خدش، مفيش نقطة دم واحدة نازلة من جسم طاهر. طبعا الناس استغربوا، وهنا طاهر بيفجر المفاجأة الكبيرة تاني: انا هخلي جسمي دلوقتي ينزف. وبالفعل جسمه نزف. الناس طبعا استغربت وبدأوا يصوتوا، قال لهم اهدوا انا هوقفه دلوقتي. وبالفعل طاهر وقف النزيف بتاعه ده. الجروح اللي في جسمه بدأت تلم بسرعة. وبعد نجاحاته دي كلها طاهر رجع مصر في 1933، وكان آخر ظهور لطاهر كان في حفلة في القاهرة سنة 1934. لكن من بعدها مفيش أي ظهور لطاهر. وطبعا وقتها بدأ يطلع نظريات اختفاء: هل طاهر مات موتة طبيعية وأهله دفنوه بعيد عن الصحافة، ولا في جهة استخباراتية كان من مصلحتها إنها تاخد طاهر وتدرسه، ولا في جماعات دينية شافت إن اللي بيعمله طاهر ده حرام فاتخلصت منه. واخر نظريه ان ممكن يكون سافر الهند وانضم للجماعه اللي عايشين في جبال الهيمالايا. وبالمناسبه القصه دي حقيقيه ومذكوره في جرايد كتير، ومنها جريده الاهرام من 1928 1934، وكمان كتاب اعلام الطب في مصر، وسجلات الجامعه المصريه، وارشيف القصر الملكي. لحد النهارده في اسئله كتير: هو طاهر كان بيعمل كده ازاي؟ طب طاهر راح فين؟ طب ايه السر ورا اختفائه؟ طبعا طاهر بيك اذهل العالم كله وليه لحظة تكريم من الملك شخصيا. وخليني هنا اسألك سؤالين: لو قدرات طاهر دي حقيقية، هل في ناس تانيين عايشين وسطنا بنفس القدرات دي؟ والسؤال التاني: هو في جهة معينة كده كلنا نعرفها ليها مصلحة في اختفاء طاهر؟ طبعا قولوا لي رأيكم في الكومنتات، ولو عجبتكم القصة اللايك والشير بيفيدوني جدا عشان القصة بيشوفها اكبر عدد من الناس. اشوفكم في قصص جديدة جاية. سلام.